بسم الله الرحمن الرحيم. مؤتمرنا اليوم على قرار المحكمة الاتحادية 103 والذي صدر بتاريخ 12 تشرين الثاني 2019 أي قبل يومين. وقبل ما أبدي في التعليق على قرار المحكمة الاتحادية نود أن نبين أن الجبهة التركمانية العراقية تدعم مطالب المتظاهرين السلمية، وقد أوضحت الجبهة في خارطة طريق أعلنتها في بداية الحراك الشعبي السلمي في العاصمة العراقية بغداد، وأكدت على أنها مع مطالب المتظاهرين والذي يتضمن إلغاء أو اللجوء إلى الانتخابات المبكرة وحل مجلس النواب، وقبل حل مجلس المفوضين وتشكيل مفوضية جديدة برعاية الأمم المتحدة والمضي قدما بإجراء التعديلات الدستورية. ونرجع الآن إلى ملاحظاتنا حول قرار المحكمة الاتحادية 103 لسنة 2019. طبعا القرار هو بطعن مقدم من رئيسة برلمان إقليم كردستان ضد التعديل الأول لقانون انتخابات مجالس المحافظات، حيث طعنت رئيسة الإقليم بعدة مواد، ومن ضمنها المادة المتعلقة بتدقيق سجل الناخبين والواردة في المادة 12 من هذا القانون. وبهذا الخصوص لدى الجبهة التركمانية التوضيحات التالية. أولا، فيما يخص إلغاء المادة 12 من القانون حسب قرار المحكمة الاتحادية، نرى أن المحكمة لم تتعمق بدراسة مشكلة سجلات الناخبين والتي تعتمد أساسا على البطاقات التموينية، وإن أول طلب لتدقيق سجل الناخبين ورد في المادة 23 في قانون 36 لسنة 2008، ومنذ ذلك التاريخ صدرت هذه المادة بتوافق كل مكونات محافظة كركوك، أي أن هذا المطلب مطلب تدقيق سجل الناخبين منذ عام 2008 لم يكن مطلبا تركمانيا أو عربيا أو كرديا أو مسيحيا فقط، وإنما كان مطلب كل مكونات كركوك. بعد انتظار دام 14 سنة لم يتم تدقيق سجل الناخبين، فاجتمع نواب محافظة كركوك في شباط عام 2018 في الدورة الثالثة، وبتوقيع كل أعضاء مجلس النواب عن محافظة كركوك في شباط 2018 بتوقيع 13 نائب، أيضا صدر في قانون الانتخابات فقرة لتدقيق سجل الناخبين. الذي أريد أوصله أنه في المرة الثانية كذلك كان إجماع من مكونات كركوك لتدقيق سجل الناخبين، أي أن كل المكونات مقتنعة أن سجل الناخبين في كركوك فيه شائبة، فيه تغيير، وبالتالي يحتاج إلى تدقيق. مع الأسف الشديد استند قرار المحكمة الاتحادية التي قالت أن جزء من سكان محافظة كركوك قد نقلت سجلات قيدهم إلى محافظات أخرى وبقوا في كركوك وهم يمتلكون بطاقات تموينية،